مش لازم حد يفضحك عشان الناس تعرفك. أحيانا كلمة واحدة منك بتكفي. الناس بتشوفنا قبل ما بتعرفنا، مش بس في الشكل وفي اللبس، لكن في كل كلمة بتطلع مننا، في كل تصرف، في كل رد فعل. عارف المثل اللي بيقولك تكلم حتى أراك؟ الكلام بيكشف اللي جواك أكتر من أي حاجة تانية. في أول لقاء، في أول جملة، الناس دايما بتحكم. يمكن الحكم ده يكون صح أو غلط أو ظالم، بس هو اللي بيفضل دايما في الذاكرة. والحقيقة إن الانطباع الأول بيتكون في ثواني، ودايما هو اللي بيكون دايما. ولو ضيعت الفرصة دي صعب ترجعها بسهولة تاني. مش مطلوب منك طبعا إنك تكون مثالي، لكن لازم تكون واعي إن كلامك بيعبر عنك. اختيار الألفاظ، نبرة الصوت، طريقة السلام، طريقة الكلام، حتى نظرتك وأنت بتتكلم، كل دي لغة من غير كلمات. وزي ما كلامك بيكشفك، أفعالك كمان بتتكلم. اللي بيقول كلام كبير وبيتصرف عكسه، الناس بتشوف التناقض ده أسرع مما تتخيل وبتحكم عليك. ومهما حاولت إن أنت تبرر، الفعل دايما أصدق من الكلام. فكر دايما قبل ما تتكلم، لاحظ دايما قبل ما تتصرف، لأن كل كلمة وكل حركة وكل خطوة وكل طريقة كلام وكل طريقة شكل أنت بتظهر بيه ممكن تفتح لك باب من أو تقفله بالأبد. إحنا مش دايما بنختار نظرة الناس لينا، لكن نقدر نختار إن إحنا نكون مين قدامهم. فاتكلم، بس خليك واعي إنك في كل مرة بتتكلم بتقدم للناس نسخة منك ومن بيئتك ومن تربيتك وأخلاقك ودينك. نسخة يا إما أنت تفتخر بيها وتبقى مبسوط ومرتاح، يا إما تندم عليها أو تخسر حاجات كتير قوي باقي عمرك. أشوفكم دايما على خير، وأتمنى إن أنتوا دايما تاخدوا بالكم من كلامكم ومن تصرفاتكم ومن أفعالكم، وإن أنت دايما تحرص إن أنت تكون سفير. تكون سفير بيتك، سفير بلدك، حتى لو أنت بره البلد، سفير أخلاقك، سفير دينك، سفير بيئتك وتربيتك وأصلك وفصلك. تربية يعني عارف تكون يعني من أصل، يعني تقدم كل حاجة تبين أصلك وتبين أنت مين وتبين أنت اتربيت إزاي وتبين أنت أخلاقك إيه، والناس تفهمك إزاي وما تتجرأش حتى عليك في حاجة تانية أو تشوفك بصورة وحشة أو صورة مختلفة. أتمنى لكم التوفيق ومن دايما أفضل الأفضل، وسلام.